السلام عليكم. متابعة لآخر تطورات مترو أبو قير في اسكندرية. بنتابع معاكم من المنظرة وتحديدا من ميدان المنظرة آخر تطورات وإنشاءات مترو أبو قير في اسكندرية. تعالوا نشوف ايه آخر المستجدات في أعمال المترو في منطقة المنظرة، خاصة بعد هدم كوبري المنظرة الشهير، ونشوف ايه التحويلات المرورية اللي تمت في الطرق في الميدان. احنا حاليا ماشيين على الطريق القديم اللي كان بيعدي من تحت كوبري المنظرة اللي جاي من ناحية أبو قير على الكورنيش، تحديدا الطريق الملاصق لسور المنتزه، وتم غلق الطريق ده حاليا وتشغيل الطريق اللي تم رفع منسوبه وتم تجديده مؤخرا، علشان هيتم كمان رفع منسوب الطريق اللي احنا ماشيين عليه ده، فهيتم تكسير الأسفلت والتعلية زي ما حصل في الطريق الموازي ليه اللي هو اللي يعتبر الاتجاه التاني. بس حاليا زي ما احنا شايفين في التصوير الطريق مغلق تماما وبيتم تكسير الأسفلت اللي في الطريق استعدادا لتعلية الطريق ورفع منسوبه ووضع الأسفلت عليه من جديد. هنمشي لقدام كمان هنلاقي ان مكان كوبري المنظرة اللي تم هدمه تم حاليا صب آخر عمود في مسار مترو اسكندرية، وده كان العمود الوحيد اللي فاضل من أعمدة المسار، وكان طبعا معطل الصب بتاع العمود ده أو معطل إنشاء العمود ده كان الكوبري. طبعا المنطقة هنا بالنسبة لأعمال المترو حساسة جدا، لأن الطريق تحت المترو حاليا رايح جاي، بعكس بقية مناطق المسار بيبقى الشغل في مسار المترو منفصل عن اتجاهات الطريق، فبيبقى متطلب ان احنا نوفر الطرق علشان ما نعملش طبعا تكدس مروري، وعلشان ما تتوقفش حركة المرور اللي رايحة ناحية الكورنيش واللي راجعة منه قبل ما نعمل اي شغل في استكمال الأعمدة او وضع الكاميرات. فعشان كده أعمال المترو في منطقة المنظرة واخدة أهمية كبيرة جدا عن باقي المناطق اللي بيتم فيها أعمال المترو. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا. أتمنى أكون فدتكم ووصلت لكم الصورة كاملة، وما تنسوش لو مهتمين باسكندرية وكل أخبار اسكندرية اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد.